تعالوا نتكلم عن منى زكي في فيلم أسوار القمر. أكيد كلنا فاكرين الدور العبقري ده، بس يا ترى منى زكي عملت إيه عشان تطلع بالشخصية الكفيفة بالشكل المبهر ده؟ أول حاجة منى زكي بدأت بيها كانت من بره الجسد. منى زكي حضرت تدريبات مخصوصة على ازاي الكفيف بيتحرك وبيستخدم العصا البيضاء في حياته اليومية. مش بس كده، دي كمان راحت أماكن بتجمع المكفوفين عشان تعيش معاهم وتشوف ازاي بيتعاملوا مع العالم اللي حواليهم من غير ما يشوفوا. يعني تخيلوا كل خطوة وكل حركة بتتحسب عشان تبقى حقيقية جدا. منى زكي كانت بتتمشى في البيت وهي مغمضة عينيها، كانت بتحس بكل حاجة حواليها من غير ما تشوفها. دي مش مجرد تفاصيل جسدية، ده شغل محترف جدا. منى وصفت إنها كانت حاسة إن الشخصية دي عزلتها عن الدنيا، خلتها تعيش خوف ورهبة وفكرة إن مشاعرها ما تبقاش صادقة. يعني كانت مش بس بتتمشى بعصا الكفيف، لأ، دي عاشت إحساسه الحقيقي بالخوف والأمل والتردد. فهمتوا؟ لا، كل المشاهد اللي على المركب كانت صعبه جدا لاني كنت بتخبط بجد ويعني وبقع بجد وحاسه اني مش شايفه فعلا. الجسد بيقودك لمشاعرك، والمشاعر بتظهر في كل حركة بسيطة. منى زكي مشيت على الخط ده ببراعة، يعني مش مجرد خطوات وتقليد، ده غوص كامل في الشخصية. في الدور ده منى زكي استخدمت تكنيك بيبدأ من بره لجوه، بس وهي بتشتغل حست إن جوه وبره في نفس الوقت. فاللي بيتفرج على منى زكي في أسوار القمر حس إنها مش بتمثل، كانت زينة فعلا.